السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنتكلموا على مباراة استعدادية للمنتخب المغربي ضد فريق إكوادور. صراحة شفنا أداء مقنع. حقيقة بانت اللمسة ديال المدرب وهبي. لولا الحظ ضربة الجزاء صراحة كنا نفوزوا بمباراة كانت تكون ريمونتادا. صراحة مازال الوقت للاستعداد جيدا ولتعلية المستوى. المهم نتمناو حظ سعيد المنتخب المغربي في كأس العالم القادمة. ومهم خليكم مع آراء الصحافة المغربية ماذا تقول. شكرا لكم، ما تنساوش ديروا لايك وكومنتير. شكرا لكم جميعا. صعد خلال الشوط الثاني، بمعنى انه الفريق ديالك كتحسب انه فرامل كثيره عندهم، وهذا اللي خلى انه الشيء الجيد في مباراه اليوم انه ما انهزمناش. اهم شيء لانه في اطار الثقه، لكن هناك اشياء لازم انها في اطار عندهم، وهذا اللي خلى انه الشيء الجيد في مباراه اليوم انه ما انهزمناش. اهم شيء لانه في اطار الثقه، لكن هناك اشياء لازم انها في اطار فقط شيء بسيط هو الاوتوماتيزم. لما كتاخذ مثلا وليد الركراكي الفتره اللي خدا فيها المنتخب وكانوا عنده مباريات تذكر مع الشيلي، كان الفريق جاهز فقط، بالعكس كان ربما تغيير واحد لو تذكر ربما اللاعب فجر اللي ما بقاش في الفريق، وشفنا العوده ديال زياش والعوده ديال بوفال. فهذه اللي بغيت نقول بانه لازم نلقاو العذر، بالرغم انه تعرف حنا المغاربه غير نبقى معك الا سمحتي سهيل. الفكره يمكن وصلت، لكن من خلال كلامك هل نحن في مرحله بناء منتخب جديد؟ ماشي بناء منتخب جديد، غادي دير تكلمنا عن الدماء الجديده. فاليوم انت عندك 3 لاعبين جدد، بمعنى انه هاد اللاعبين يحتاجوا الوقت انهم يتاقلموا مع المجموعه ويولي واحد اللاعب جماعي اللي واضح. فلذلك لقينا مشاكل كثيره، راه كلشي تابع بانه عندنا مشاكل، لا وحنا كندافعوا ولا وحنا كنهاجموا، لانه واحد تقريبا الشوط الاول ما شفناش الحارس ديالهم بالرغم من توفرنا على لاعبين كبار. فلذلك اللي بغيت نقول انه المبرر موجود، ولكن انه لازم يلقى الحلول. المباراه الثانيه ان شاء الله انه الاداء يكون افضل، ويعني الانسجام يدوز. ما نساوش راه تقريبا شحال هذا المدرب عنده من حصه تدريبيه مع الفريق، ربما 5 حصص، وهناك تغييرات في يعني في هذا السيكتور. لازم الكثير من الوقت طبعا. انا ما عجبنيش انا الاداء، وربما ما عجبش كثير من المغاربه، لكن لازم انه نتفقوا انه الظروف كانت صعيبه في مواجهه فريق اللي شرس. الشراسه بانت يعني بواحد الشكل كبير في مباراه اليوم، وهي اللي عملت هذاك الفرق. الشوط الثاني مع التغييرات كان واحد التحسن نسبي، ما نقولوش تحسن كبير، لكن الحمد لله انه خلينا الثقه دائما عندنا من خلال هذاك الهدف ديال التعادل. اكيد وما ننساوش حتى ضربه الجزاء اللي تحصل عليها والصيدها، ما قصتنا مع ضربه الجزاء. العناوي اللي نفذها بنفسه ايضا تحصل على ضربه جزاء انبرى اليها، لكن لم تسجل هذه الكره بعدما يعني كانت في المتابعه من طرف اللاعب حريمات اللي تحرم من تسجيل الهدف الاول له مع المنتخب الوطني في المتابعه لهذه الكره. كما نتابع قصه اخرى مع ضربات الجزاء، لكن تدخل في اطار اللعبه وكره القدم ايضا. صحيح، ضربه الجزاء صحيحه، تواجد العناوي في المتابعه اللي ما كانت صحيحه، لان كانت مسبوعه بالمتابعه جميله ديال الزلزولي، لانه التوقيت ديالو كان جيد، لكن كان وصل لنا ردة الفعل ديال الحريمات كانت في المستوى. لسوء الحظ كان الدخول ديالو شيئا ما وحسب ما تلغى الهدف. غير هي كما تكلمتي اخي مراد، ما تكونش ديك نقطه الضعف ديال تكون ضربه الجزاء، خاصه من الناحيه الذهنيه كتاثر كثير، ولكن تكافئ العناوي بتسجيل هدف التعادل. نقطه مهمه شاء الله اخي سي محمد هي ان التغييرات واش كتكون مؤثره على الطريقه ديال اللاعب. انا نقول نعم، لان الا شفنا التغييرات 3 ديال التغييرات في جداد، لاعبين جداد محور الدفاع، عيسى ديوب وشادي رياض زائد ربيع حريمات، في لا كولون فيرتيبرال ديال الفريق. تغيرات شويه اذا خروج الكره من الدفاع لوسط الميدان كانت عندنا واحد كان صعب شويه تحت الضغط العالي. هنا الاهميه ديال هذه المقابله التجريبيه كتخرج مجموعه ديال الاستنتاجات وتلقى الحلول. هنا الحلول ديال المدرب خصو يلقى حلول اقل وقت، لان المشكل اللي عندنا هو الوقت ما كاينش كثير بزاف. على اللقطه ديال انا ذكرتني بلقطه يعني اللقطه ما بغيناش نرجعوا لها، لكن عندما اصيب نائل العناوي في كاس افريقيا للامم، لكن الصدمه ديالو الاصطدام ديالو امام مع حكيمي اكيد
اكيد الحمد لله ما اثرتش على اللاعب. يعني هدف جميل جدا من ركنيه ضربه ثابته كانت حل من الحلول للمنتخب الوطني بان يعود في اللقاء وينهي لحسن الحظ اللقاء متعادل. من البدايه كهذه المباريات انا اعتبرتها مباراه حساسه جدا خصوصا للناخب الوطني محمد وهبي كبدايه لهذا الماتش، لانه في واحد الوضعيه اللي حرجه. كنعرفوا ما حدث في الفتره الاخيره، وانك تدخل على